السلام عليكم ورحمة الله. النهارده نعمل مع بعضينا طريقة الدوني، طريقة مختلفة عن أي فيديو انتوا بتشوفوه. تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان تعرفوا أنا عملته ازاي. هنا جايبة ربع كيلو سوفت، خدت نصه وشلت نصه. هنا ريحة، جايبة توم، ومعايا الريحة الشكل الأزرق بتاع البرسيل. أنا معايا هنا 10 لتر مية. لو عاوزين حضراتكم تضاعفوا الكمية هتحطوا الربع كله على 20 لتر. نقلب بسم الله. النجاح الدوني ان انتوا تفضلي تقلبي فيه كده لغايه ما يديكي قوام تقيل. لو حضرتك عندك مضرب كهرباء اضربيه بالمضرب الكهرباء او الهاند بلاند. رجعت لكم تاني بعد ما دوبنا الدوني. انا فصلت معاكم الفيديو عشان ما كانش ينفع ان انا افضل اقلب قدامكم عشان الفيديو هيكون طويل عليكم. حضراتكم بقى لو عندكم هاند بلاند اضربوه بيه او مضرب اضربوا عشان هو بياخد وقت في الضرب. انا معايا اللون اهو مدوباه حبه ميه، حط لغايه ما اوصل للون اللي انا عاوزاه. انا مش عاوزينه طبعا ازرق، احنا عاوزينه لونه لبن. بسم الله. لبن. ورجعت لكم تاني بعد ما عبيت ازازتين. شايفين شكل عامل الريحه بتاعتنا، علشان ما ينفعش تحطي الريحه دلوقتي غير بعد 3 ساعات على الاقل يكون هدي. تضيفي الريحه بتاعتك عليه علشان الريحه بتاعتك تبقى ثابته في الدوني. ما ضفتش الريحه بتاعتنا على الدوني دلوقتي لما صبيت الازازتين اللي حضراتكم شايفينها، عشان ما ينفعش تحط الريحه دلوقتي مباشره غير بعد 3 ساعات. لو حطيناها دلوقتي الريحه مش هتثبت وهتطير، لكن لو حطيتيها بعد 3 ساعات هتثبت في الدوني. ديت حاجه لحضراتكم انتوا، هتلاقي حد يقول لكم المعلومه ديت. دي حاجه لحضراتكم انتوا، ينفع مشروع من البيت تستفادي منه، يبقى مكسب حلو. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، ولو لسه اول مره بتشوفوني اشتركوا في القناه. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات.